احنا بين البعد والقرب بنتعلم ان مفيش حاجة مضمونة، وانه مهما حاولنا نتمسك بالحاجة الحلوة لو هي قررت تفلت هتفلت، حتى لو كنا ماسكينها بكل قوتنا. يمكن الغلطة ان احنا بنصدق ان اللي شاركنا التفاصيل هيفضل دايما فاكرها زينا، وان اللي كان بيطمنا مش هيجي يوم يخلي بالنا يشيل. بس الزمن بيعلمنا ان مش كل اللي اديناه قلبنا كان لازم نراهن عليه، وان الصمت ساعات بيكون ابلغ من العتاب. ما تفتكروش مش بنعاتب ونلوم ونقول كل اللي وجعنا ونعبر على كل اللي جوانا، بس بيتقابل بايه؟ بالسكوت، باللامبالاة، بالمهاجمة وكأننا أذنبنا، فبنرجع للسكوت. بس بنتحمل عشان اللي اختار يبعد وهو قادر يقرب. مش لازم يوم يرجع يلاقي الباب مفتوح زي الأول. الدنيا بتدور، واللي كان واخدنا حاجة مضمونة بيجي عليه يوم يدور علينا، لكن لما بيرجع بيكون الوقت فات، واحنا اللي بقينا الحاجة اللي خلاص مش فاضية تاني، مش فاضية تستنى حد يفكر يرجع، ولا فاضية نعيد نفس الحكايات اللي وجعتنا قبل كده. بقينا أشطر في الاختفاء، في الرد البارد، في المشي من غير ما نبص ورا، ببساطة لأن احنا فهمنا إن اللي بيعرف يبعد مرة هيعرف يبعد تاني وتاني، حتى لو قال إنه مش هيعملها. بقينا نفهم الإشارات بدري، ونعرف إمتى الكلام اللي بيتقال مجرد كلام، وإمتى الاهتمام مجرد عادة، وإمتى وجودنا مع حد بقى مجرد حاجة إضافية مش أساسية. بقينا نفهم لما بنتكلم إمتى بيكون التركيز معانا ولا مع غيرنا، لأن خلاص تعودنا إن مش كل الناس بتعرف تحفظ النعمة اللي لما تبقى في إيديها. بقينا ندي بحدود ونهتم بعقل، ونحافظ على جزء من نفسنا ما يكونش ملك لحد غيرنا، عشان لو الدنيا أخدته من بعيد نفضل احنا ثابتين وما نضيعش معاهم. نصيحتي: حافظ على اللي بيخاف يخسرك، واهتم باللي مش مضطر يفضل لكنه بيختارك كل يوم، لأنه مش دايما الناس اللي بتمشي كانت عايزة تمشي، بس كتير منهم تعبوا من انهم لوحدهم اللي بيحاربوا علشان يفضلوا موجودين، ومحدش واخد باله منهم. اتمديت في الجرح فيا، بس لما ضمنتني شفت نقطة ضعف قلبي وجتلي منها مسكتني. اتمديت في الجرح فيا، بس لما ضمنتني شفت نقطة ضعف قلبي وجتلي منها مسكتني. قلت هوجع مهما هوجع، همشي وابعد عنها وارجع، مش هيحصل مش هتبعد، اصلها بتحبني. طب اديك خسرتني.